تخيل ان حسابك على فيسبوك او جوجل او حتى حسابك البنكي ممكن يتسرق في دقائق معدوده، والاغرب من كده ان الهاكر اللي بيسرق الحسابات مش شرط يكون عبقري كمبيوتر او بيكسر انظمه معقده او حتى مجرم مطلوب من الاف بي اي. في الحقيقه اغلب الاختراقات او اشهرها بنقع فيها كل يوم بسبب اخطاء بسيطه جدا بنعملها من غير ما ناخد بالنا. في الحلقه دي هنتكلم عن اشهر 5 طرق بيستخدمهم الهاكر في وصول الى حسابات الضحايا وسرقه بياناتهم. في الحلقه بتاعتنا هنعرف ازاي الهاكرز بيستغلوا التصيد الاحتيالي وكلمات المرور الضعيفه والهندسه الاجتماعيه والبرمجيات الخبيثه وحتى الروابط والتطبيقات الغير امنه اللي من تحت بير السلم. والاهم من كده هنعرف ازاي نحمي نفسنا بخطوات بسيطه من كل الاساليب دي. فلو انت مهتم تحافظ على بياناتك وحساباتك تابع الحلقه للنهايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهاردة على القناة. قبل ما نبدأ خليني أسألك سؤال، لو حد قابلك في الشارع وطلب منك الباسورد بتاع الفيسبوك أو الانستا أو أي أكونت من الأكونتس بتاعتك، أكيد أنت هترفض وتعرف إن في حاجة غلط ومش بعيد تمسك فيه. طب لو نفس الشخص خلاك أنت اللي تديله الباسورد من غير ما تحس، مشكلة صح؟ هنا بقى بنوصل لأول وأشهر الطرق اللي بيستخدمها الهاكرز حوالين العالم، الفيشنج أو التصيد الاحتيالي. تخيل إنك فتحت إيميل جايلك من البنك بيقول لك إن حسابك هيتقفل خلال 24 ساعة لو ما دخلتش البيانات بتاعتك. طبعا أنت هتدخل بسرعة على اللينك وتسجل بياناتك، وبعدها بتكتشف أصلا إن الرسالة دي ما كانتش من البنك، وده بالظبط اللي بنسميه التصيد الاحتيالي، وهو واحد من أشهر الهجمات الإلكترونية وبيعتمد على خداع الضحية بدل اختراق الجهاز كله بشكل مباشر. المهاجم بيتنكر في شكل جهة موثوقة زي بنك مثلا أو شركة معروفة، وبيحاول يقنعك إنك تكشف بيانات حساسة زي كلمات المرور او بيانات البطاقه البنكيه. بس السؤال هنا، ازاي المهاجم بيقدر يقنع ملايين الناس دي بنفس الطريقه؟ في الحقيقه اغلب هجمات التصيد الاحتيالي بتعتمد على 3 حاجات معروفين جدا. اول حاجه ان هو يظهر ليك في صوره جهه موثوقه ويخليك تحس ان لازم في مشكله لازم تتحل ضروري، وده بيخليك بيلعب على حته ان انت لازم ترد رد سريع من غير ما تفكر. تاني حاجه ممكن تلاقي الهجوم في شكل رساله اس ام اس او بريد الكتروني او حتى مكالمه تليفون من شخص بيدعي مثلا انه من البنك او من شركه شحن. بس رغم اختلاف الوسيله والطرق اللي الهاكرز بيحاول يعملها، بس الهدف بيكون حاجه واحده بس، وهي سرقه معلومات او اجبارك انك تحمل ملف او برنامج ضار على جهازك. طيب في سؤال مهم جدا، ايه اللي هيحصل لو انا وقعت ضحيه للتصيد الاحتيالي؟ في ابسط الحالات انت ممكن تخسر حساباتك على السوشيال ميديا، لكن في السيناريوهات تانية اكبر ممكن الموضوع يوصل انك ممكن تخسر فلوس او حتى انتحال شخصيتك واستخدام معلوماتك في عمليات احتيال اخرى. اما بالنسبه للشركات فالموضوع بيبقى اكبر بكتير من كده، لان هجمه واحده ناجحه ممكن تسرب بيانات العملاء وتخسرنا فلوس كتير، واكيد طبعا برضه هتضر بسمعه الشركه لسنين. طيب ازاي بقى تعرف ان الرساله اللي قدامك دي رساله فيشنج او تصيد احتيالي؟ في اغلب الحالات الهاكرز هيحاول يخليك ترد بسرعه من غير ما تفكر. هتلاقي رساله بتقول لك ان حسابك هيتوقف ولازم ترد بسرعه وتدخل بياناتك، وكمان لازم تخلي بالك من الروابط الموجوده في الرساله، لان غالبا الهاكرز بيستخدموا عناوين بتكون شبه الموثوقه او الرسميه بس بيكون مختلف فيها حاجات بسيطه جدا. طيب خلينا نفترض انك شخص واعي امنيا ومش بتضغط على اي رسائل او اي لينكات بتجيلك، وبتعرف تكتشف رسائل التصيد الاحتيالي بسهوله، هل ده معناه ان حساباتك بقت في الامان؟ لا، لان في طريقه تانية بيستخدمها الهاكرز بشكل واسع جدا، وهي استخدام كلمات المرور الضعيفه او كلمات المرور اللي حصل لها تسريب او تم تسريبها في اختراقات قبل كده. وفي الجزء ده هنعرف ازاي استخدام كلمه مرور واحده تم تسريبها تكون سبب في اختراق حسابات كتير قوي، وليه انك تستخدم نفس كلمه السر في كذا موقع من اخطر الحاجات اللي بيقع فيها المستخدمين. كتير من الناس لحد النهارده بيستخدموا باسورد سهله جدا زي رقم التليفون، تاريخ الميلاد من 1 لحد 6 او كلمه باسورد، على امل ان الحاجات دي صعب جدا اي واحد يكتشفها او ما تجيش في بال الهاكر يعني. بس الحقيقه ان دي من اوائل الحاجات اللي بيجربها الهاكر لما يحاول يوصل لاي حساب. بس حتى لو انت برضو كنت بتستخدم كلمه مرور قويه، ده مش معناه انك في امان، لان في حاجه اسمها تسريبات البيانات او داتا بريتشز، وده بيحصل لما شركه او موقع بيتعرض للاختراق وبيانات العملاء اللي عندهم بيتم تسريبها، وبيكون في كده بقى عناوين البريد الالكتروني وكلمات المرور. والمشكله بقى ان البيانات دي بيتم تسريبها على الانترنت او بيتم بيعها، والمشكله بقى ان الهاكرز برضو بيستخدموها ان هم يجيبوا مزيد من الضحايا. وهنا بقى بنوصل لاكبر او مشكله من اكبر مشاكل اللي بيقع فيها اليوزر، وهي انك تستخدم نفس الباسورد في كذا موقع الكتروني. يعني الباسورد بتاع الفيسبوك هو بتاع البريد الالكتروني، هو بتاع انستجرام، هو بتاع كذا موقع تانيين. تخيل بقى معايا ان موقع واحد بس من المواقع دي كلها اللي انت مسجل فيها بنفس الباسورد لو وقع او حصل عليه اختراق او تم تسريب بيانات منه، بقيه الاكونتات ممكن تروح منه. وده نوع من الهجمات اسمه كريدنشال ستافنج. في الهجوم ده بقى الهاكر بيستخدم آلية او برنامج بيخليه يجرب ملايين الحسابات والباسوردات اللي تم تسريبها على الحساب بتاعك. للاسف ما احبش ان انا اقول لك ان الهجمات دي او الحاجات دي بتنجح، لان لسه ناس كتير قوي بيستخدموا نفس الباسورد في كذا موقع، وحتى ما بيغيروش كلمه المرور لما يعرفوا ان في تسريبات حصلت. عشان كده لو انت عاوز تحمي نفسك استخدم كلمه مرور قويه، كلمه مرور مختلفه لكل حساب، وما تستخدمش نفس كلمه المرور في اكتر من مكان. ولو انت عندك اكتر من حساب انت ممكن تستخدم برنامج لاداره كلمات المرور بدل ما تشيل هم انك تقعد تحفظها وهكذا. وفي النهايه المشكله مش ان كلمه المرور ممكن تكون بسيطه، المشكله ان ممكن اختراق موقع
واحد بس وتسريب بياناته ممكن يفتح الباب للوصول الى عدد كبير قوي من الحسابات. طيب خلينا نفترض انك استخدمت كلمه مرور قويه جدا ومختلفه لكل حساب، هل كده انت اصبحت في امان كامل؟ الاجابه برضو لا، عشان في بعض الهجمات ما بتستخدمش كلمات المرور اصلا، وما بتحاولش تكسر انظمه الحمايه، وما بتحاولش تستخدم الثغرات التقنيه. بدل ما تعمل ده كله هي بتعمل حاجه واحده بس، بتستهدف الحلقه الاضعف في اي نظام امني، وهي بتكون الانسان. وهنا بقى بيظهر ما يعرف بالهندسه الاجتماعيه او السوشيال انجينيرنج، ودي واحده من اكتر الهجمات المشهوره والاوسع انتشارا والاكثر نجاحا لحد النهارده. ببساطه بدل ما الهاكر يحاول يخترق جهازك، هو بيحاول يخترق طريقه تفكيرك، وبيحاول يقنعك انك تديله الصلاحيات والمعلومات اللي هو عاوزها بس بإرادة. الهندسه الاجتماعيه دي بتعتمد على استغلال المشاعر الانسانيه زي الثقه والخوف والفضول والاستعجال، وعشان كده الهجمات دي بتنفع مع عدد كبير قوي جدا من الناس بغض النظر عن خبرتهم التقنيه. ومن اشهر الاساليب دي بقى انتحال الشخصيه. ممكن يتصل بيك حد من البنك، ممكن يتصل حد بيك من شركه معينه، وبيحاول يقنعك انك تديله معلومات بحجه ان هو مثلا عايز يحدث البيانات، او في مشكله مثلا في خطك، او في مشكله في الحساب بتاعك، وهوب المشكله تحصل. وفي طريقه تانية، هو بيحاول يعمل حاله من الاستعجال والطوارئ بحيث انك ترد بسرعه من غير ما تفكر، زي مثلا ان حسابك هيتقفل، او في مثلا حد سجل دخول لحسابك، فانت لازم ترد بسرعه تديله البيانات بتاعتك المعلومات بتاعتك، وهنا يحصل برضو المشكله. وفي طريقه تانية برضو، الهاكرز بيحاولوا يحسسوك بالفضول، زي مثلا يبعت لك رساله بعنوان مثير، او يبعت لك ملف بحجه ان مثلا في صور ليك جواه، او في حاجه تخصك قوي جوه، فطبعا انت بسبب الفضول اللي جواك هتعوز تشوف الصور دي، او هتعوز تشوف ايه اللي جوه اللينك اللي مبعوت لي ده بالاسم المثير بتاعه ده، وده كله من غير ما تفكر او تدي بس نفسك دقيقه واحده انك تفكر هل في ممكن يكون في مشكله في الموضوع ده. وفي طريقه تانية برضو، الهاكر بيستغل الثقه، يعني مثلا يبعت لك رساله كانها من مديرك اللي في الشغل، او رساله من حد صاحبك او زميلك، وده بيخليك اكثر استعدادا ان انت ترد على طول من غير ما تفكر. او مثلا ان حد قريبك او صاحبك ممكن يبعت لك ان هو مثلا عايز فلوس او عايز مبلغ مالي، فانت برضو تحول له من غير ما تركز في الموضوع. وللاسف الحاجات دي كلها والطرق دي كلها بتنجح بشكل مبالغ فيه، لان ناس كتير قوي بتتصرف بدافع الخوف، بدافع الثقه، بدافع الفضول، بدافع الاستعجال. وعشان تحمي نفسك من النوع ده طبعا ما تعملش الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. ما تشاركش اي معلومات حساسه مع اي شخص لمجرد ان هو اتصل بيك او قال لك ان انا من البنك، او قال لك ان انا من شركه الفلانيه. وما تاخدش قرارات مهمه ساعه الاستعجال. ولو حسيت ان في مشكله حاول تتصل بالرقم الرسمي اللي الشركه اللي انت بتتعامل معاها بتكون منزلاه. المشكله ان الهندسه العكسيه ما بتحتاجش ادوات متقدمه او مهارات تقنيه خارقه، هي بتعتمد على فهم النفس البشريه ونقاط الضعف اللي فيها. وعشان كده كتير قوي من خبراء الامن السيبراني بيقول لك الحاله الاضعف دايما في اي نظام امني هو الانسان. طيب خلينا نفترض انك شخص واعي، مش بترد على رسائل التصيد الاحتيالي، مش بتستخدم نفس كلمه الباسورد في كذا مكان، هل بعد ده كله برضه انت في الامان؟ للاسف برضه لا، لان في بعض الاحيان الهاكرز مش بيحتاج منك اي معلومات اصلا، ولا عايز منك اي حاجه، مش محتاج يقنعك انك تديله كلمه المرور. كل اللي هو محتاجه انه يقنعك انك تنزل برنامج معين على جهاز، وساعتها بقى البرنامج هيقوم بالشغل كله بدلا منه. وده بقى اللي بنسميه البرمجيات الخبيثه او المالوير. طيب انا هبسطها لك، البرمجيات الخبيثه دي برامج بتكون معموله عشان تنفذ اعمال ضاره على اجهزه الضحيه من غير موافقتهم او من غير ما يكونوا عارفين اصلا. طيب ماشي، انت ممكن تسال سؤال وتقول لي البرامج دي بقى، البرامج الوحشه دي بتجيلنا اصلا ازاي؟ في الحقيقه الطرق كتير، بس اشهر الطرق دي هي تحميل البرامج المتكركه من مواقع غير موثوقه، او فتح ملفات محطوطه في رسائل مجهوله، او الضغط على روابط مشبوهه، او تحميل تطبيقات من مصادر غير رسميه. واخد بالك انت يا بتاع التورنت؟ وعشان نفهم الصوره بشكل افضل تعالوا نتعرف على اشهر انواع البرمجيات الخبيثه المنتشره حوالينا. واول نوع هو الفيروسات، ودي برامج بتنتشر داخل ملفات والانظمه، هدفها واحد بس، تخرب الدنيا وتعمل معجنه جوه الجهاز. النوع الثاني وهو التروجان او احصنه الطروادة، ودي من اخطر انواع لانها بتتنكر في شكل برنامج عادي جدا، لكن بمجرد انها تشتغل بتبدا تشغل برامج خبيثه او برمجات خبيثه في الخلفيه من غير ما المستخدم يعرف اصلا. اما النوع الثالث وهو برامج التجسس او السباي وير، ودي وظيفتها مراقبه المستخدم وجمع معلومات عنه من غير ما هو ياخد باله او يعرف ايه اللي بيحصل، زي كلمات المرور والبيانات الشخصيه، وحتى بعض الانشطه اللي بيقوم بها على الجهاز وهو شغال في يومه الطبيعي. وفي نوع خطير جدا اسمه الرانسام وير او برامج الفديه. النوع ده بقى بيشفر ملفات الضحيه وبيمنعه ان هو يوصل ليها اصلا من الاساس. بعد كده يا باشا على مزاجه بقى يطلب المبلغ اللي هو عاوزه من صاحب الملفات دي، وعلى حسب ما الملفات تكون مهمه بيدفع. بعد ما ذكرنا الانواع دي، حابب اقول لك ان رغم اختلاف الانواع دي واختلاف الطرق بتاعتها، الهدف بيكون واحد بس، وهو سرقه بياناتك والتجسس عليك والتحكم في جهازك وتحقيق مكاسب ماليه على حساب. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل في 2017 والهجوم بتاع وانا كراي اللي خرب الدنيا وقلب الدنيا ساعتها، وعرفنا ازاي ان ممكن لبرمجيه خبيثه واحده بس تخرب الدنيا وتعطل منشات كبيره زي اللي احنا شفناها. بعد اللي قلت لك ده كله انا حاسس ان انت خفت، بس انا مش هسيبك، هعرفك ازاي تعرف ازاي لو الجهاز بتاعك متصاب او في حاجه من الحاجات اللي احنا
لسه قايلينها دي. في بعض العلامات لو انت شفتها على جهازك هنا بتقف ثانيه واحده كده وتقعد تفكر هل في مشكله، هل في حاجه على الجهاز ولا لا، زي ان الجهاز يبقى ابطا من الطبيعي، حاسس كده بلاك في الجهاز والجهاز مش مظبوط، او تلاحظ ان في حاجات بدات تظهر في الجهاز وانت ما تعرفش عنها حاجه، حاجات غريبه كده، او استهلاك غير طبيعي للانترنت. وطبعا من الاخطاء اللي معروفه قوي جدا ومشهوره ان في برنامج انتي فيروس على الجهاز كده الدنيا تمام وفل الفل وانا كده مطمن. في الواقع برامج الحمايه حاجه مهمه جدا في المنظومه، بس برضه مش كافيه لوحدها. الحمايه الحقيقيه اللي انت بتفكر فيها هي كذا حاجه محطوطين مع بعض، زي انك دايما تكون محدث النظام بشكل دوري، وتكون محدث تطبيقاتك برضه بشكل دوري، وارجوك بلاش تحمل برامج من حاجات انت ما تعرفهاش او من مصادر مش موثوقه. وطبعا مش محتاج اقول لك انك تتاكد من اللينك قبل ما تدوس عليه زي ما قلنا في اول الحلقه. يعني بطريقه تانية احب اقول لك ان الانتي فيروس او برامج الحمايه من الفيروسات هي بتكتشف لك التهديد، بس مش هيمنع ان انت ذات نفسك تروح تدوس على اللينك، وبرضه مش هيمنعك لو انت رايح تحمل برنامج من موقع مش مظبوط. وعشان بجد تحمي نفسك وتكون راجل محترم حاول على قد ما تقدر انك ما تحملش برامج متكركه، وبرضه لازم تستعمل برنامج حمايه يكون قوي، لان زي ما قلت لك هو جزء من المنظومه وجزء مهم جدا. والاهم من ده كله انك برضه ما تفتحش لينك او رابط او اي حاجه الا لما تكون متاكد من الشخص اللي باعتها وتكون متاكد منه. وفي النهايه الهاكر مش لازم يسرق منك كلمه مرور بشكل مباشر، احيانا كل اللي بيحتاجه هو برنامج خبيث واحد بس او فكره واحده بس من الافكار اللي احنا ذكرناها دي كلها. طيب خلينا مثلا يعني نفترض انك عملت كل الكلام ده صح، مش بتضغط على روابط مش تمام، وعندك كلمه مرور قويه، او مش بترد على اي حد بيقول لك انا من شركه كذا او من البنك معلش راجع معانا البيانات بتاعت حضرتك، وكمان بعيد عن البرامج المتكركه، ولو اني اشك يعني هل كده خلاص محدش هيقدر يوصل لك؟ الاجابه برضو لا، لان في برضو حاجات بنعملها كل يوم برضو من غير ما نفكر، زي اننا ندخل على شبكه واي فاي في مطار او فندق او كافيه. ما تستغربش، الحاجات البسيطه دي هي بتكون ساعات هي بدايه المشكله. وخلي بالك ان في ناس ساعات بتنزل برامج لمجرد ان شكلها حلو او ممكن الوظيفه بتاعتها حلوه من غير ما بجد تكون البرامج دي هتفيدها. تخيل تطبيق آلة حاسبه بيطلب منك الوصول للفيديوهات والصور، طب ده هيعمل بيها ايه؟ عشان كده حاول دايما تنزل البرامج بتاعتك من المتاجر الرسميه، وحاول تقرا الصلاحيات اللي انت بتديها للبرنامج من غير ما تفضل تدوس موافق نيكست. وبالنسبه لشبكات الواي فاي العامه او الكافيه او كده فكلنا اكيد استخدمناها في يوم من الايام، وده مش معناها برضو انها خطيره، بس الفكره انك بتكون مش عارف الشخص اللي عامل الشبكه دي او فاتحها نيته ايه او هو من جوه عامل ازاي. عشان كده حاول تتجنب الحاجات الحساسه وانت متصل بشبكه عامه، او يا عم شغل الداتا بتاعتك وخلاص. وفي النهايه كتير من الناس لما تسمع كلمه اختراق بتتخيل شخص قاعد قدام 3 شاشات كمبيوتر وعمال يدوس على الزرار من غير ما يفكر حتى، لكن الحقيقه ان كتير قوي جدا من الاختراقات بتحصل بسبب اخطاء بسيطه زي اللي ذكرناها، رابط ضغطت عليه بسرعه من غير ما تفكر، تطبيق نزلته من مكان مش مظبوط، شبكه اتصلت بيها من غير ما تفكر ودخلت على حسابك البنكي او دوست اي حاجه تبع الفلوس بتاعتك. وعشان كده الوعي والانتباه ساعات بيكونوا اقوى من اقوى انتي فيروس عندك على الجهاز. ناس كتير بتطنش التحديثات والحاجات اللي بتجيلها على التليفون بحجه ان هي مش مهمه، وطبعا بالعكس التحديثات دي ساعات بتكون بتسد ثغرات معينه تم اكتشافها في الانظمه. ولو هتنزل تطبيق جديد ارجوك بلاش تنزله من اي موقع، حاول تنزله من المتجر الرسمي. وبرضه افتكر قاعده مهمه جدا، مفيش بنك ولا شركه كبيره ولا دعم فني محترم هيطلب منك البيانات بتاعتك او كلمات المرور او اي معلومات خاصه بالحساب بتاعك من خلال التليفون. لو حد طلب منك الحاجات دي على التليفون اعرف ان في مشكله وان الشخص ده ممكن او بنسبه كبيره قوي بينصب عليك. واخيرا لو عندك صور مهمه او فيديوهات مهمه او ملفات مهمه حاول دايما تعمل لهم باك اب، لان في هجمات زي هجمات الفديه مش هتخليك حتى تعرف تفتح الملفات بتاعته. وفي النهايه حابب اقول لك ان السايبر سيكيورتي مش معناه انك تبقى هاكر او خبير تقني، وكل ما كنت اكتر وعي بالحاجات اللي احنا ذكرناها طول الحلقه كل ما صعبت المهمه على الهاكر او الشخص اللي عايز يأذيك انه يأذيك. وفي النهايه لو وصلت لحد هنا فاحب اقول لك شكرا جدا، لان مجرد انك مهتم تتعلم ازاي تحمي نفسك وتفهم ازاي المهاجمين بيفكروا فده في حد ذاته خطوه مهمه جدا. واتمنى ان الحلقه دي تكون وضحت لك نقطه مهمه جدا، وهي ان اغلب الاختراقات مش بتيجي بسبب عقليه عبقريه فذه، لكن بسبب اخطاء بسيطه جدا ممكن اي حد فينا يقع فيها. وده بالظبط الهدف من القناه بتاعتي، مش نتكلم عن الاختراقات بشكل معقد او نستعرض مصطلحات صعبه، لكن اننا نفهم مع بعض ازاي نحمي نفسنا، ازاي نفكر بعقليه امنيه في عالم اصبح كله تقريبا على الانترنت. ولو استفدت من الحلقه اكتب لي في التعليقات ايه اكتر نقطه كانت جديده عليك، وايه اكتر نقطه استفدت منها، وايه اكتر حاجه اكتشفت انك كنت بتعملها من غير ما تعرف. واوعدك ان احنا في الحلقات الجايه باذن الله هندخل في تعمق اكتر في مجال السايبر سيكيورتي، وهنتكلم عن قصص اختراقات حقيقيه واشهر الاختراقات اللي حصلت في العالم، ازاي اصلا بدات وازاي كان ممكن نمنعها. وكمان هتفهم المصطلحات والادوات اللي بتسمع عنها كل يوم بس بشكل بسيط ومبسط. لو انت حابب تبقى جزء من الرحله دي من بدايتها ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي حلقه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.